السلام عليكم يا حرفية، ورمضان كريم بكل ما تمنيته إن شاء الله. اليوم في أوتو برو غنهضروا على الطوموبيل اللي قلبت الموازين ودارت القربالة في صالونات المغرب وحتى في لافيرايات وسوق المستعمل من دابا. داتشيا داستر هيبريد 2026. كلشي كيسول والواتساب ديالي مسكتش. أوتو برو، واش هذه هي الهوتة الحقيقية اللي غتهنينا من الكابوس ديال غلاء المازوت؟ واش هاد داستر جديدة بصح المليحة وصح والعمل، ولا هي غير زواق وتكنولوجيا زايدة غيخلصها الدرويش في الصيانة؟ اليوم وفي هاد الحلقة الخاصة اللي صورناها وحنا صايمين باش نجيبو لكم الفيرتيك من الداخل، جيت نجاوبكم بكل صراحة وتقنية. واش تحط رزقك وتوكل على الله وانت مرتاح، ولا هاد الهيبريد الروماني غيغرقك في المشاكل اللي ما دايرش ليها الحساب؟ شوفوا معايا مزيان. هاد المجهود اللي كدير القناة وهاد الوقفة تحت الشمس باش نحلو الكابو ونقلبو البراغي ونشرحو لكم اشنو مخبي تحت داك الشاسي الجديد، راه كياخد وقت وتمارة كبيرة، والهدف واحد، هو انت ملي تخرج رزقك وتشري حديدك تشريه وانت عارف الصغير والكبيرة. داكشي علاش الا كنتي كتقدر هاد المجهود الحريفي وباغي تحمي جيبك من الصدمات الميكانيكية، ورك دابا على زر اشتراك وفعل الجرس. راه اشتراكك هو المازوت اللي كيخلينا نستمر في قول الحقيقة بلا زواق وبلا اشهار كاذب. يلا جيب كاس اتاي ولا ركز معايا مزيان ورا الفطور، حينت هاد 35 دقيقة غتغير نظرتك تماما لهاد الدبابة الرومانية الجديدة. ونبداو المعمعة. اجي دابا نحلو الكابو نشوفو هاد القلب النابض اللي داير الجدل. هاد الموديل 2026 جا بسيستم هيبريد 140، وهنا كاين الذكاء والتعقيد في نفس الوقت. اللي قدامكم دابا هو موتور 1.6 بنزين، ولكن ماشي بوحدة، راه معاه جوج مواتير كهربائية مخبيين لداخل. تقنيا هاد السيستم هو خو اللي كاين في رينو كليو واركانا، وهذه خبار زوينة بزاف، حيث كتعني باللي البياس موجود ومجرب في السوق، يعني ما غتكونش حق التجارب. ولكن ركزوا معايا مزيان في هذا الفيرتيك. واش فراسك باللي هذا الموتور بلاست ما فيش ديسكو بلاطو بالمعنى التقليدي اللي كنعرفوه؟ ايه يا حريفي، داسيا جابت لينا بواط ملتي مود معقدة وشوية ديال العجب التقني. هاد البواط ما فيهاش سنينات درويض، كتخدم بواحد التكنولوجيا جاية من الفورمولا واحد باش تنسق ما بين الموتور ديال الليسانس والموتور الضوء. هادشي كيعني سلاسة خيالية في التبدال، ولكن كيعني ايضا ان الصيانة ديالها كتبغي يد حريفية وعارفة اشنو كدير. علاش هاد الماكينة هي الهوتة في المدينة؟ حينت ببساطة في الزحام كازا ولا الرباط، طوموبيل كتبقى غادية بالكهرباء بنسبة 80%، يعني الموتور ديال الليسانس كيبقى مرتاح وساكت، والكونسوماسيون كتهبط لمستويات ما كيحلمش بيها حتى مول البيكيكو. ولكن واش هاد البريدج ما بين الليسانس والضوء كيبقى فعال في لوطوروت؟ هنا فين غنشرح لكم علاش ملي كتفوت 120 كيلومتر في الساعة تقدر تحس باللي هاد 140 عود شوية ناقصين، حينت الموتور ديال الليسانس كيهز الثقل كامل بوحده. ركزوا معايا مزيان في هاد التفاصيل، حينت تما فين كاين الربح الحقيقي، وتما فين غتعرف واش هاد الهوتة صالحة ليك انت وطريقة صوغانك، ولا غتكون غير عبء زايد عليك. اجي نشوفو دابا هاد الدينامو كيفاش كيشارجا البطارية بلا ما تحتاج بريز. نهبطو دبا لتحت المعمعة ونشوفو الساس. هاد الدستور الجديدة مبنية على شاسي CMF شرطابي، وهذا هو السر اللي خلاها تولي مريحة اكتر وثباتها في المنعرجات احسن بزاف من الموديلات القديمة. ولكن كاين واحد السؤال اللي حير المغاربة وكيخليهم يترددوا، والبطارية اوتو برو واش غتموت ليا من بعد عامين؟ ركزوا معايا. البطارية هنا سعتها
1.2 كيلووات ساعة، يعني صغيرة ومخبية بأمان تحت الصندوق الخلفي. الميزة الكبيرة هي أنها ذكية، كتشارجا راسها غير بالفريناج وبقوة القصور الذاتي، يعني كل ما فرينيتي أو حيدتي رجلك على الكسيراتور، الموتور الكهربائي كيتحول لدينامو كيرجع الطاقة للبطارية فابور. هاد العملية كتخلي الفران يدوم معاك مدة أطول، حيث الموتور هو اللي كيقوم بجزء من عملية الكبح. ولكن اجي نهضروا على تمارة. هاد الدستور ولات ثقيلة شوية في الميزان بسبب البطارية والمواتير الكهربائية، وهاد الثقل كيأثر مباشرة على السسبانسيون. غنهضروا على لي تريونغل و لي زامورتيسور. داسية زادت قصحاتهم شوية باش يهزو هاد الوزن الزايد. واش هادشي كيعني انها غتولي قاصحة في الحفر؟ غنشرح لكم كيفاش المهندسين وازنوا ما بين الصح والراحة. وايضا خاصنا نردو البال لي بلاكيت و لي ديسك. وخا قلنا الفران كيدوم، ولكن ملي كتكون الطوموبيل هازة 5 الناس وتقلها زايد، الضغط كيكبر. هاد الفقرة يا حريفي هي اللي غتوريك واش هاد الدستور الهيبريد غتخليك صديق وفي الميكانيكي في لافيرايات، ولا غتنسى الطريق لعندو وكتولي تمشي غير على قبل التقليب الروتيني. واش هاد الشاسي جديد غيصبر لينا البيست والعقبات؟ ركز معايا، حيت غنوريك واحد القطعة ميكانيكية صغيرة هي اللي كتحمي هاد السيستم كامل. الخلاصة يا حريفية ومن الاخر، هاد داشيا داستر هيبريد 2026 راها ماكينة ديال الاقتصاد بامتياز. جربناها وشفنا الارقام، وفي المدينة كتاكل 4.5 لتر في 100 كيلومتر. ركز معايا في هذا الرقم، راه إلا كنتي كراي ديال المدينة وكدوز نهارك في الزحام، هذه هي الهوتة اللي غتخليك تضحك على صحاب المازوت اللي كيتشكاو من غلاء الديزل ومن المشاكل ديال فيلتر ابارتيكول. هنا كتمشى بالليسانس بفلوس المازوت، وزيد عليها الصمت والراحة ديال الضوء. اجي نهضروا على الثمن. راه الثمن طالع شوية مقارنة بالدستر القديمة اللي كنا كنعرفو، ولكن دير معايا الحساب ديال الحريفي. عندك الضريبة ناقصة، وعندك لا كونسوماسيون اللي غتنقص عليك المحاين طول العام، يعني هاديك الزيادة في الثمن راك غترجعها في المازوت وفي الصيانة اللي ولات اقل تعقيدا في بعض الجوانب. واش هذه هي المليحة؟ انا كنقول لك الا كان صوغانك ذكي، هذه احسن استثمار في 2026. والان السر التقني اللي غيخلي هاد الطوموبيل تعيش معك. الا قررتي توكل على الله وتشريها، ديما رد البال لواحد الحاجة بزاف د الناس كيغفلوا عليها: ليكيد دو تيبريد ديال السيستم الهيبريد. راه هاد الموديل فيه جوج ديال الرادياتورات ومنفصلين، واحد الموتور العادي وواحد خاص باللانفيرسور والبطارية. الا غفلتي على هاد التفصيل الصغير تقدر تفركع السيستم غالي بزاف. وفي هاد الايام المباركة ديال رمضان، نصيحتي ليك: شاور وعاود وسول المجربين وصلي صلاة استخارة قبل ما تسيني الشيك. هاد الفيديو درناه باش نحميو جيبك ونعطيوك المعقول بلا زواق. شنو كيتسناكم في الحلقة الجاية؟ غنتاقلوا لعالم اخر، غنهضروا على ديبال اس 07، المستقبل الكهربائي اللي داخل المغرب بقوة. واش هاد التكنولوجيا الشينوية خدامة لينا بصح ولا مازال خاصنا الوقت؟ كاتبوا لي دابا في الكومونتيرات واش تيقوا في الهيبريد ديال داسيا وتشريوه بعينيكم مغمضين، ولا مازال المازوت هو الملك في نظركم؟ يلا تفاعلوا وقولوا لي شكون اللي باغي يشوف الديبال في الفيديو الجاي. ورمضانكم مبروك.